المشاهدين جميعا، مرحبا بكم إلى لقاء جديد مع برنامجكم صور بلادي. تفضلوا معنا لمشاهدة ما صورناه في مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء. واحدة من الطرق التي تحطم بها دولة الوحدة الحواجز والموانع التي كانت تقف حجر عثرة في طريق أبناء الوطن الواحد والشعب الواحد في ماضي الاستعباد والاستعمار والتشطير قبل إعادة الوحدة. هذه الوحدة التي يتمتع بخيرها سكان هذه المناطق التي كانت تسمى أطراف، كما كانت محافظة البيضاء بأكملها تسمى محافظة حدودية، وأصبحت اليوم تتوسط 8 محافظات بفضل النضال الطويل والتضحيات الجسيمة والقيادة الحكيمة لبطل الانتصارات العظيمة الأخ المناضل علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية قائد مسيرة الجماهير اليمنية. راس راس ما طعني لك قاطم جلجل بخوطم يا ياسر من قالك. راس ما طعني لك قاطم جلجل بخوطم يا ياسر من قالك. راس ما طعني لك قاطم جلجل بخوطم يا ياسر من قالك. راس ما طعني لك قاطم جلجل بخوطم يا ياسر من قالك. راس يا جنبي يا قديمي يا حيدي شوفوا سلم من قالك. راس يا جنبي يا قديمي يا حيدي شوفوا سلم من قالك. راس ودتهم يصلحون شوتهم حاطلوا شل من قالك. راس ودتهم يصلحون شوتهم حاطلوا شل من قالك. راس لك الفيصل جودنا راس المنقالة. راس لك ابو فيصل الجودنا راس المنقالة. راس لك ابو فيصل الجودنا راس المنقالة. الفن المعماري في ريفنا اليماني. هذه هي حصون البيضاء الشامخة في مديرية ذي ناعم شموخ الأنوف اليمانية، والتي قال عنها بطل من أبطال الانتفاضات الشعبية التي زلزلت قلاع العبودية البطل علي عبد ربه الحميقاني عندما شاهدها بعد فراره من سجن صنعاء مع زميله في النضال الشهيد البطل علي ناصر القرداعي. يا ذي الحصون اللي بديتي ماشي على الشارد ملامه، قولي لي يحيى بن محمد بانتك يوم القيامة، يحرم علي سجن صنعاء ولو حفل لي قبر قامه، لو شي معي 70 رامي لا تدخل لي يحيى على مقامه. أما زميله في النضال الشهيد البطل علي ناصر القرداعي فقد قال: يا العافية واتعت الله والموت حيا بهمياتي، من حكم يحياه وقومه قد موتي أفضل من حياتي. لقد فضل القرداعي الاستشهاد في طريق الحرية ورفض الحياة في ظل العبودية. وقال القرداعي لزميله الحميقاني بعد أن سمعه يخاطب حصون البيضاء المنيعة الشامخة: علينا أن نفتح جبهتين للاستعباد الإمامي والاستعمار البريطاني في مناطق البيضاء الأبية. عليك مجابهة الاستعباد الإمامي، وعلي مجابهة الاستعمار البريطاني في منطقة مرخة الأبية التي لا تخضع لا للاستعمار ولا للإمامة. وعندما وصل القرداعي المناضل إلى مرخة استقبله الزعيم الروحي لأبطال مرخة العاقل الحاج المحضار بزامنه المشهور، والذي قال فيه: حي الله الليلة قدوم القرداعي، الهيمدي يوزع على الدنيا عياه، القرداعي عندي وما بده لحد، الموت عند القرداعي ولا الحياة. بالحكمة وبالموهبة وحس لها البقاع. كنت أول ما يصالتي والليلة الثلاث
يهوي بالمهبه وحسه لها البقاع من عمرنا أسس لها وأعلن عفوي بعد النزاع لجل الشعبي لجل الوطن مجاجة ومضاضع تحيا يا زعيم اليمن يا شاجع وشعبك شجاع شعبك ختاري بيمثله والقايد قيبل بقتنا عدالة كنت والبي صادقي والليلة الزراعة والمزارعون. كم هو جميل ورائع عندما يقوم شبان هذه المناطق الريفية بالارتباط بزراعة الأرض الطيبة وحمل المعاول وأدوات الزراعة بدلا من البنادق التي انتهى دورها بعد الانتصارات العظيمة وإعادة الوحدة وانتشار الأمن والسلام والمحبة. تجربة المجالس المحلية تجربة جديدة وسلطة محلية لأول مرة تتحقق في بلادي، فماذا قمتم به وماذا أنجزتم وكيف وجدتم تجاوب المواطنين معكم وهل يقدمون الإيرادات لكي تحققوا لهم الخدمات؟ لأنه أصبحت الآن ما فيش مركزية السلطة، مركزية أنتم أصبحتم المسؤولين في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر البعثة الإعلامية بمرافقة الشيخ محسن الجبري على زيارتهم لمدير الدينام، نقول لهم أهلا وسهلا، ونشكرهم على هذا البرنامج الشيق صور من بلادي، والذي نعتبره نحن برنامج أعرف وطنك، لأنه يعرف المواطن على السياحة الداخلية وهو جالس داخل بيته يعرف بمناطقه. معنا بالنسبة لتجربة المجلس المحلي، فنحن في المجلس المحلي نعتبر أن الانتخابات المحلية وانتخابات المجلس المحلي هي التجسيد الحقيقي للديمقراطية التي
بدأها أو نهجها الأخ المشير علي عبد الله الصالح، والتي ينتقل الحكم منها أو إعطاء صلاحيات واسعة للشعب لكي يمثل نفسه بنفسه ويحكم نفسه بنفسه، والذي يعتمد على اللامركزية المالية والإدارية. أما بالنسبة لإنجازات المجلس المحلي في الفترة هذه السابقة والتي هي قرابة سنة، فما زالت يعني كانت الإيرادات المركزية السنة الماضية وهذه السنة بداية 2002 هي إيرادات محلية، فقد تم اجتماع المجلس المحلي وإصدار عدد من القرارات من ضمنها حث المواطنين على دفع الزكاة والإنصبة للحيوانات والمخدرات وغيرها. فعندما وجدنا هذه السنة أن المواطنين متجاوبين في دفع الزكاة بزيادة 30% عن السنة الماضية أو السنوات السابقة، يعني المواطنين متجاوبين تجاوب كبير في دفع الزكاة وزيادة الإيرادات. بالنسبة لأعمالنا التي قمنا بها، فقد شارك المجلس المحلي أولا بإقامة دوري رياضي على مستوى المديرية لجميع العزل على كأس المجلس المحلي وتم إنجازه. أيضا شارك المجلس المحلي بإقامة مهرجان جماهيري كبير شارك فيه جميع العقال والمشايخ والأعيان وأبناء المديرية لدعم الانتفاضة الفلسطينية وانتفاضة الأقصى، وجمعت أموال كبيرة في هذا المجال. أيضا شارك المجلس المحلي بتبني قاعدة منع إطلاق النار، يعني تعزيزا لقاعدة يعني تعزيز الإجراءات الأمنية في المديرية، فقد تبنى المجلس المحلي يعني قاعدة منع إطلاق النار ووضع هناك غرامة على من جاوز هذه القاعدة. والحمد لله نشكر المواطنين في هذه المديرية، فقد تجاوبوا تجاوب كبير مع هذه القاعدة اللي هي قاعدة منع إطلاق النار. وإن شاء الله هناك بعد تجاوز بسيطة جدا يعني كأفراح في الأفراح، ولكن المواطنين بدأوا يعوا أن هذه القاعدة هي في صالحهم، لأنها تحافظ على الممتلكات العامة من الكهرباء والتلفون وغيرها من المشاريع التي وأرواح الناس، طبعا هذه أرواح الناس في الدرجة الأولى. يعني كان لهذه القاعدة يعني أثر كبير، حتى المواطنين أنفسهم هم الذين يبلغون عن الحادثة إذا بدأ يعني هناك تجاوز القاعدة هذه، فالمواطن هو الذي يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بضبطها. أيضا المجلس المحلي يعني كون يعني جعل يعني أعضاء المجلس في كل عزلة وفي كل قرية هم المسؤولين عن حل قضايا المواطنين في المديرية. إذا تجربة ناجحة ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. وإذا كان لك كلمة أخيرة تريد أن تقولها من خلال اللقاء معك في برنامج صور الميلادي توجهها إلى الأخوة المواطنين أو إلى الجهات المختصة، تفضل. الذي نوجهه أولا إلى الأخوة المواطنين بأن يستمروا في دعم المجلس المحلي والتجاوب معه في تحقيق ما وضع بخططه. فقد وضع المجلس المحلي خطط يعني على مستوى المديرية لتنفيذ المشاريع الناقصة، وبالنسبة للجهات الرسمية نطلب منها زيادة الدعم وتعزيزنا بالمصادر المالية أو بالدعم المركزي لنستطيع أن ننفذ ما وعدنا المواطنين به في ضوء الخطة الموضوعة التي وضعها المجلس المحلي ووافق عليها مجلس النواب ومجلس الوزراء. وشكرا. شكرا لك. كان هذا اللقاء والأخوة الذي شاهدتموه مع الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية ذي ناعم. نتمنى له ولأعضاء المجلس كل نجاح، ونتمنى من الأخوة المواطنين في هذه المديرية في كل مناطق بلادي دعم هذه التجربة الجديدة والناجحة. حصون البيضاء العالية والمنيعة والتي توجد في كل مديريات محافظة البيضاء، والتي صمتت في وجه كل غزو أجنبي، الغزو الروماني والغزو البرتغالي والغزو الحبشي والغزو الفارسي والغزو العثماني وأخيرا الغزو البريطاني. بلادنا ما هي مقر الغزاة، بل هي مقابر من غزاها، وجيشهم ما حصل إلا فناه في أرضنا لما أتاها. وكما تشاهدون حصون البيضاء الحصينة، إن كل حصن من هذه الحصون الشامخة يعتبر من أقوى قلاع الدفاع المنيعة، لأن الآباء والأجداد بنوها بطريقة فنية تعكس صورة للأبراج الحربية القوية التي توجد من أسفلها إلى أعلاها، ومن قواعدها إلى شرفاتها المواشق الحربية، أي الثقوب الضيقة
التي لا تتسع إلا لفوهات البنادق المدافعة، وحتى النوافذ في هذه الحصون العالية صغيرة جدا، ومن دخلها كان آمنا ويستطيع الدفاع عن كل ما داخل هذه الحصون وما حولها ببندقية واحدة، ويصمد الأيام والليالي وهو ومن بداخل الحصون في أمان، لأنه توجد داخل كل حصن مدافن الحبوب والمضاحن وآبار المياه والحطب وكل ما يحتاجه المدافعون لشهور وسنوات طويلة. وقد طلبنا من سكان هذه الحصون المنيعة أن يعطونا صورة كيف كانوا يدافعون عن السيادة الوطنية ضد كل غزو أجنبي من داخل هذه الحصون المنيعة. وقد قام الإخوة سكان هذه الحصون التاريخية في مديرية ذي ناعم محافظة البيضاء وأعطوا المشاهدين صورة كيف كانوا يقاومون الحملات البريطانية ويسقطون طائراتهم بهذه البنادق القديمة والتي تصل طلقاتها إلى أهدافها وإلى مسافات بعيدة. أما اليوم وبعد انتصار ثورة 26 من سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر وبعد إعادة الوحدة الخالدة فقد انتشر الأمن والسلام والاستقرار والذي وفرته دولة الوحدة في طول وعرض الجمهورية اليمنية وفي هذه المناطق الشرقية الجنوبية والتي كانت تسمى أطراف وحدودية، والتي عانى سكانها من الخوف وعدم الاستقرار في ماضي الإمامة والتشطير والاستعمار. وكما تشاهدون المباني الجديدة ونوافذها الوسيعة والتوسع العمراني في الريف والمدينة في محافظة البيضاء الوسيعة. معنا أولا الشاعر علي ناصر العمري يقدم لنا هذه المقطوعات من الشعر الشعبي في جلسة سمر كما هي العادات في مديرية ذي ناعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الضيوف، الأخوة الحاضرون جميعا، أحب ألقي على مسامعكم هذا القصيدة المتواضعة. قال: حيا بكم يا ضيف حيا ورحبوا من درب ذي ناعم طفح لشعابها. حيا بكم يا ضيف حيا ورحبوا من درب ذي ناعم طفح لشعابها. الشيخ رحب والقبيلة رحبت شيبة وشبان اكثروا رحابها. الشيخ رحب والقبيلة رحبت شيبة وشبان اكثروا رحابها. وعبركم برسل تحية عاطرة لا رايس الوحدة حبيب احبابها. وعبركم برسل تحية عاطرة لا رايس الوحدة حبيب احبابها. ذي قال وحدة يا رجال توحدوا مباني التشطير دق ابوابها. ذي قال وحدة يا رجال توحدوا مباني التشطير دق ابوابها. أبو حمد بالدعي الله يحفظه. أبو حمد بالدعي الله يحفظه قاد السفينة هي ويا ركابها. حمى حدود الشعب من جيرانها وحنيش في مخه وعقله جابها. حمى حدود الشعب من جيرانها وحنيش في مخه وعقله جابها. وعملوا استقرار بين المجتمع ذي كانوا أعداء صبحوا نصحابها. وأمنوا استقرار بين المجتمع ذي كانوا أعداء صبحوا أصحابها. والجيش سوى جيش ماشي له مثل يحموا وطننا عاصرين شنابها. والجيش سوى جيش ماشي له مثل يحموا وطننا عاصرين شنابها. والدين قامه في مدننا والقرى وحارب التخريب والأرهابها. والدين قامه في مدننا والقرى وحارب التخريب والأرهابها. واحمد علي قايد بقوة خاصة والجيش حقه درابها. واحمد علي قايد بقوة خاصة والجيش حقه درابها. جيشه مدرب في ميادين العمل لا كلفونا في مهمة جابها. قال جيشه مدرب في ميادين العمل لا كلفونا في مهمة جابها. علي ما بيجي مثل علي ذي قال كلمة للصحف ودلابها. علي ما بيجي مثل علي ذي قال كلمة للصحف ودلابها. ذي قال كلمة للصحف ودلابها. قال اليمن صافي وجيشه يضمنه وقسم ما تدخله لجنابها. قال اليمن صافي وجيشه يضمنه وقسم ما تدخله لجنابها. واصلح علاقاته مع كل الدول عند البعيدة هي ويا الأقربها. واصلح علاقاتها مع كل الدول عند البعيدة هي ويا الأقربها.
سر يا علي، والشعب تابع سيرتك، قود المسيرة، طاب سيرك طابها. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا استمعتم وشاهدتم إلى هذه المقطوعة الشعرية والذي ألقاها الأخ علي ناصر العمري، وعبر فيها أصدق تعبير عن مشاعر أبناء مديرية ذي ناعم في هذه المنطقة. وكما تعرفون ذي ناعم تشتهر بشعراء الشعبيين. لاحظنا أنه عندما يبدأ الزامل ترتجل الزامل الارتجال، أو أغنية الصفقة ترتجل الزامل الارتجال، ويبدأ الشاعر والثاني يعمل شعر مثله وهكذا. نعم، يبدأ أول الشاعر يعني يدي زامل وشلوبه، وجا الشاعر الثاني ودق على الهدف اللي جاب الأول، بس بنفس الوزن ونفس الوزن ونفس القافل اللي جاب الأول. على كل شكرا لك. الآن لون آخر يسمى الشرياف، عندما يقوم المزارعون بالعمل المضني ويشرفون أعواد القصب يرددون هذه الأغاني الجميلة والرائعة والتي ننقلها من ذي ناعم محافظة البيضاء. صرح تشريف ومن فوق المفارق صبر، 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 يا طلب نور يا من نور يا صبر، يا طلب القبل يقول ابو نور يا من نور يا القبل يقول ابو نور يا القبل يقول ابو نور يا القبل يقول ابو نور يا من نور يا الحمد واجد لك تحب، يلا لك الحمد واجد لك تحب، يلا لك الحمد واجد لك تحب، يلا لك الحمد واجد لك تحب، وعد الايام ذي صارت وذي عادها وعد ايام ذي صارت وذي عادها عدد ايام ذي صارت وذي عادها عدد الايام ذي صارت وذي صارت وذي. أيها المشاهدون جميعا، حقيقة تاريخية نقولها للأجيال. نحن هنا في مطار ذي ناعم. هذا المطار كان له دور كبير في أيام السبعين اليوم المجيدة. كما نعرف جميعا كانت عاصمة اليمن الموحد محاصرة، وكان ينطلق المدافعون والمقاتلون والفدائيون من هذا المطار دفعات وراء دفعات إلى مطار صنعاء القديم والذي كان يسمى مطار الجراف للدفاع عن هذه العاصمة الخالدة التاريخية. ثم كانوا يندفعون مرات أخرى من هذا المطار إلى مطار الحديدة، ثم يأتون عن طريق الحديدة لفك الحصار عن صنعاء. حتى قال شاعر في زامن شعبي من جيوش المرتزقة والذين حاصروا صنعاء كلمات هذا الزامن، قال: وهم في جبال عيبان المحيطة بصنعاء، من جبل عيبان شفنا العراضي والقصور اللي بنوا في شراره، غير ردونا رجال العواضي والعاشر وقوم الإشارة. رجال العواضي هم طبعا أبطال البيضاء اللي كانوا يأتون من هذا المطار دفعات، والعاشر كان بطل الوحدة وبطل الانتصارات العظيمة الأخ المناضل المشير علي عبد الله صالح من الذين دافعوا عن صنعاء. هذا المطار الآن نأخذ منه هذه اللقطات وهذا اللقاء مع الشيخ عبد ربه العمري ليعطينا فكرة هل سيتم الاهتمام بهذا المطار والذي كان له دور تاريخي في مراحل النضال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نسألك هل سيتم سفلتة هذا المطار وإعادة مرافقه وتحسينه لكي يقدم خدمات، لأنه المطار الوحيد في هذه المناطق الشرقية؟ الحقيقة أنه المطار هذا قد هجر من فترة 10 سنوات تقريبا، من عام 90 وحتى الآن.
رغم أنه كان في اهتمام من أجل سفلتته وتحديثه عمل برنامج رحلات يومية أو أسبوعية للمطار، إلا أنه أهمل لأنه ولن يكون في ناس يتابعوا بعد المرفق الحيوي، المرفق الذي يعني عمل من أجل ترسيخ الجمهورية ونظام الجمهوري والوحدة